فضيحه في الدوري المصري. واحنا لو هنشوف المنظر ده كل ماتش يبقى تلغوا الدوري المصري احسن، وما يكونش فيه كوره في مصر خالص. وفي وجود الحكام دي اي فرقه هتلعب مش هتاخد حقها. وكمان في وجود الفار محدش بياخد حقه. يعني احنا قلنا الفار هيجي مصر وهينجح، لكن انا هرجع لما كل تاني سعيد لما قال لك في مصر الفار هيفشل، وفي مصر محدش بياخد حقه. والحكام، وحتى لو الحكام حكموا بشكل كويس هيبقى في غلطات وفرق كتير قوي هتتظلم. النهارده الاسماعيلي بيخسر 1-0 من فاركو من كوره لمسه يد واضحه تماما، اي واحد يشوفها يقول لا لمسه يد وهدف. ما ينفعش يكون هدف خالص، والمفروض يتحسب اصلا لمسه يد على لعيب ياسين الملاح لعيب فاركو. فلازم الحكام تاخد بالها، مش كل ماتش ان انت تيجي تلعب وتأدي وتعمل اللي عليك ويجي في غلطه زي دي الماتش يروح منك. النادي الاسماعيلي وحش الفتره اللي احنا فيها دي. النادي الاسماعيلي ما فيهوش اداره، النادي الاسماعيلي فيه مشاكل كتير، بس النادي الاسماعيلي مش مستحمل الغلطات اللي احنا بنشوفها دي. النادي الاسماعيلي ليه ضربه جزاء النهارده، ضربتين جزاء كمان، مش ضربه جزاء واحده بس. فالحكم ما راحش للفار. طب انت مش عايز تروح للفار ليه؟ طب انت مش عايز حتى تاخد راي الحكم ان انت تروح للفار؟ لكن انت انت عمال تتكلم مع الحكم وعمال اي كوره انذار النادي الاسماعيلي، انذار للعيبه النادي الاسماعيلي. وهقول لك بقى في مصر هنا القرارات اللي هتحصل بعد الماتش ده، هيقول لك وقف عبد الله الشحات، وقف مجلس اداره النادي الاسماعيلي. طب انت اديني حقي عشان انا ما اطلعش واتكلم بالاسلوب اللي عبد الله الشحات اتكلم بيه ده. اديني حقي وانا مش هتكلم وحش او حلو، اديني حقي. ما تجيش انت تيجي تظلمني في ماتش زي ده وتضيع على ضربتين جزاء. وكمان الجون اللي داخل فينا ده مش جون اصلا. وكمان يعني الجمهور الاسماعيلي مش مستحمل. طب هنفضل كده لحد امتى؟ ومفيش حد مستحمل خالص ان احنا اللي هو يشوف النادي الاسماعيلي بالمنظر ده. يعني احنا قلنا لما احنا كسبنا حرس الحدود الدنيا هتبدا تظبط، وفعلا اللعيبه بدات تلعب كويس. والماتش ده اللعيبه ما لعبتش وحش، لكن اللعيبه اتحطت في ضغط النهارده مش طبيعي. اللعيبه بقى نازله الشوط الثاني محطوطه تحت ضغط مش طبيعي، ان هي مطلوب منها ان هي تجيب جون وتكسب كمان. بس في ظل وجود الحكم ده كمان مش هتعرف تعمل حاجه. وكمان إيريك تراوري يعني ضيع فرصه من اغرب الفرص اللي شفتها في حياتي، بجون فاضي ومش عارف يجيب جون كمان، وهدف يعني لا يضيع من النادي الاسماعيلي ومن إيريك تراوري. وكمان ضربة الجزاء الثانية اللي كانت المفروض تتحسب على للنادي الاسماعيلي، هو راجع من تسلل وعشان كده الحكم ما حسبهاش ورجع للفار. طب هنفضل كده لحد امتى؟ وهنفضل كده نشوف النادي الاسماعيلي بيعاني لحد امتى؟ والحكام دي لو ما ظبطتش الدنيا كل فرقة هتلعب في الدوري المصري هتتظلم ومش هتاخد حقها خالص.